يلا عينك يو. بس لحظه بس اشرب مي بس من خصتكم. اعتذر استاذ محمد شوي مرتبك. يلا اوكي. هاي اول ظهور الي على الكاميرا هاي. بس قول لي يعني مترتب. مو الولد اسمه حيدر؟ حيدر. حيدر لا تطلعني السمين حباب، خذ لي هيك بس من فوق. اوكي مرحبا، انا اسمي طارق زياد، مواليد 93 برج الجوزاء. ما ادري هالمعلومات ليش تفيدكم، بس اني راح احكي لكم قصه نجاحي. اني انسان فاشل واعترف بهذا الشيء والي فخر. شفت صفحه خليك ويانا، طبيت شفت الفيديوهات مالتهم، راسلتهم قلت لهم انا عندي قصه نجاح واريد اشاركها وياكم، يعني اتمنى تستضيفوني باحد حلقاتكم. فجاوبني واحد اسمه حمد المخزومي، صديقي كلش بس ما اعرف، تعرفت عليه من الصفحه، فقال لي ماكو مشكله نجيك ونصور. بس لحظه، هو صديقك ولا تعرفت عليه بالصفحه؟ يعني صديق مقرب قديم من الصفحه تعرفت عليه. هيش تقدر تقول ثلاثه. يعني تريدون احكي لكم قصه نجاحي كلها؟ من البدايه للنهايه، من طفولتك. من اول ابتدائي احكي لك ولحد هسه شلون ما راسلت ابد. لحد ما راسلت لكم غير ما راسلت. شلون يقولوها؟ راسلتكم خاف صعدي واسح قات بالتصوير. عادي الحين. فاحكي لكم قصه نجاحي من البدايه. اني من عمري 6 سنين دخلت اول ابتدائي، كنت كلش خايف، اخاف لا افشل، انا دائما خوفي من الفشل. فالحمد لله كنت اني هذا الفشل حاربته كلش هوايه، صرت متميز بين اصدقائي واقراني، بحيث اني اجت الشهاده بنهايه السنه اول مره، اجتي كلها محمره. فالحمد لله اكلت رساله من امي، انطبع فد شيء بداخلي اللي هو ال 45، رقم 45 كلش مهم بحياتي، ما راح انساه طول حياتي. بس كل هذا انا ما همني، على الرغم من الفشل والصار اللي عندي انا ظليت اقاوم واستمر، لان انا كنت مختلف عن اصدقائي، وهذا الفشل انا حولته الى قصه نجاح. فدخلت سادس ابتدائي الحمد لله والشكر، بالدفعات وبالواسطات دخلت، يعني امي جابت هديه للمعلمه وهاي السوالف. فالحمد لله اقول دخلت سادس ابتدائي الحمد لله انا والشكر نجحت، بس ما كان هذا طموحي، كان طموحي اكمل للاخير. وصلت للثالث متوسط. ثالث متوسط عانيت به هوايه، رسبت به عن تقريبا مره مرتين ثلاثه، اي وقفت للثالث، اي حولت مسائي، بعد ما نجحت امتحنت خارجي. انا الثالث عانيت هواي. مهني رحت؟ مهني حاولت هواي بالثالث. يعني شلون احكي من قصه النجاح؟ عيف احكي شلون عرفت المدرسه وبديت نجاح. اي انا قلت انه المدرسه ما تفيدني والشهاده ما تفيدني، وانا حصير حالي حال البقيه، يعني ادخل قبل شيء بالقصه ما اعطيهم بعد. قبل بالقصه كافي. اي انا كفاحي ما اعطي. لا سوالف بالنجاح. اي ومع ذلك قررت اني اعوف الدراسه. ليش؟ لان شفت انه الدراسه ما تفيدني، فقررت انه اروح اشتغل، ابدي شغل وابدي اكون نفسي. فقلت انه انا لازم باكر اغير حياتي واقعد من 8 الصبح وابدي قصه كفاحي باجمع الاموال. بس اني ظليت سنه كامله اقعد ساعه بالوحده الظهر، والله نومة الصبح ما تتعوض. اي فمع ذلك تنجح بعد سولفنا النجاح. اي النجاح بدا من حبيت بنيه، قصه الحب اللي صارت بداخلي غيرت حياتك؟ غيرت حياتي. قلت انا شنو انا اظل هيجي، لازم اني افوت بعلاقه جديه ولازم اتزوج واختار اني بنفسي شريكه حياتي، واظل ابطل اعتمد على اهلي. ليش؟ لان الحب للشجعان والجبناء تزوجهم امهاتهم. صرت شجاع لو جوان؟ بالبدايه كنت شجاع، بعدين صرت جبان. صارحتها ضربتني بوري، قالت لي انت ايش عندك؟ كل شيء ما عندك، ايش تشتغل؟ شهادتك. المهم مع ذلك انا ما خليت هذا الموضوع يوقفني، بقيت اني مستمر. مع ذلك انا ما بقى هذا الشيء يوقفني، ظليت مستمر واقاتل واحارب. شويه مرتبك، انا قصه نجاحي جايتكم بالطريق. يلا احنا منتظرين معك. اوكي. مع ذلك انا ما خليت هذا الموضوع يحبطني. شنو زواج؟ انا انسان عصامي، راح ابدي من الصفر، اكون نفسي، اكون شجاع. عرفت موضوع الزواج، بس يعني قررت انه اصير اعلامي يعني. فتوجهت للاعلام، اشتريت كاميرا كانون، قمت اروح والتقي ويا اصدقائي بالمتنبي، فقاموا يطقوا لي هوايه صور. قررنا نسوي تغيير، رحت للزوراء، وقفت نمت على السكه وطقوا لي صوره. هاي السكه مال الزوراء كل تاخذ يمها صوره. شفت روحي صوري ما تطش، ما اشتهرت، فقررت ها هي طارق خلاص، ايش وقت انت تسوي قصه نجاح،
شو وقت انت تغير بحياتك. فاني قررت اراسل الصفحه واقول خليك ويانا. قلت لهم ليش خليك ويانا؟ انتم خليكم وياي، خلوا لي، خل انجح، خل اجتهد، خل اصير ممثل. هذا من اجابه يابا؟ انت مو عادتني الحلقه اللخه انا اطلع؟ ماكو بعد لا حلقه لين انا وبعد. لا، وين انت نجاحك؟ بس قلت انا راح انجح، وين نجاحك؟ هو هذا نجاحي، هو هاي قصه نجاح. مو يطلعون هوايه بالصفحات ويقولون احنا ناجحين وهاي، انا هالناجح. وين نجاحك؟ انا حمثل وياكم، منو ما بس اعطيني نص، ما اريد شيء، بس نص، اعطيني نص وخل حيدر يجي، انا هم ما اريدك. صور بالتليفون. لا خاب صور سناب، لا اريد اطش. انا قصه نجاحي طش وحطش. ما ادري بعد نشوف العالم، اذا الجمهور حبك نصور لك فيديو ثاني، ما حبك بعد. لا ماكو شعري، انا اريد منك حكايه التزام، انا اريد. خلينا نشوف شيء ما والله كيف. شيء ما منه.